صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام. عامة بما ان احنا في فصل الصيف دلوقتي وداخلين على مرحلة التخفيضات والاوكازيونات والحاجات اللي بتتعمل في المحلات وكده اللي بيكون عادة في شهر اغسطس، فطبعا المشهور والمتعارف عليه يعني انك لما بتنزل تشتري حاجة او تعمل شوبينج بتحس ان دايما ان اللي باع لك الحاجة دايما ضحك عليك. تمام. ده غير طبعا لو انت جبت حاجة معينة انت حاسس ان هي لقطة، بتبقى سعادة يعني اقتناء الحاجة دي اكبر بكتير من اي حاجه تانية انت حسيت ان هي اتضحك عليك فيها. فكل ما ترجع البيت تلاقي حد من اهل البيت وانت بتقول لهم انك اشتريت حاجه جديده، لازم يحاولوا يثبتوا لك ان البياع ده ضحك عليك وان انت كنت ممكن تجيبها من حته تانية بسعر افضل من اللي انت جبته يعني. تمام. ممكن يكون الشخص ده باع لك حاجه باغلى من سعرها او بجوده اقل من المواصفات اللي المفروض تبقى عليها الحاجه دي، ويقول لك ان دي اخر قطعه وهو لسه عنده منها جوه. المهم ان عاده البياع بيكون ناصح وبيعرف يكسبك، مع ان المفروض هو ان الزبون دايما على حق. تمام. احيانا بقى القدر بيخليك ان انت تاخد حقك وانت اللي تكسب البياع، سواء بقى بتعرف تفاصل لحد ما توصل لسعر حلو او السعر اللي انت تبقى راضي عنه، او تشترط عليه ان هو يعمل لك عرض. بقول لك ايه، انا اكسبني بقى كزبون، او تقعد تقول له ده انا زبون قديم وانت اصلا اول مره تعدي من قدام المحل، بس بيبقى في كده جمله اللي هو اكرمني بقى، اكرمني علشان ايه نبقى احنا الاتنين مبسوطين. او تتخانق معاه بقى اللي هو خلاص انتهت حلول الارض، انا ابتدي اتخانق معاه واقول له انا هشتكيك وحاجات كده، وده انا كنت جايب لك زباين وانا هخلي محدش بقى يجي يشتري من عندك تاني. او لما حاجه مثلا ما تعجبكش بترجعها وتاخد ثمنها. المهم ان انت بتعرف تسلك امورك مع البياعين. الحالات دي رغم انها الاستثناء لكن بتحسسك كده ان انت انجزت حاجه. عارف كده لما تبقى طالع منتصر من حته، انا عملت اللي انا عايزه وجبت اللي انا عايزه بسعر رهيب مش هتلاقيه في اي حته، ممكن يبقى مضحوك عليك جدا بس انت بتقنع نفسك بده، تحس ان انت مبسوط كده. خصوصا لما تلاقي حاجه مثلا في المحل، نفس المحل ده، وكانت قبل السيل بسعر عالي جدا، بس وقت السيل انت بقى ايه واخدها باقل من نص السعر. وخد بالك وقت السيل ده بيبقى برضو المكان كسبان، يعني هو مش خسران حاجة. فانت كنت زبون جدا قبل السيل، دلوقتي انت زبون عادي. فانا هقبل على نفسي اكون زبون عادي، بس زبون جدا لا، انا مش هقبلها على نفسي. في حاجات كده بنضطر نشتريها عشان بس نحس ان احنا يعني احنا كسبنا. امتى بتحس بقى بالرجعة دي ان انت انتصرت في الطلعه دي، او كانت طلعه مربوحه ان انت نزلت بزرت قرشين، والتبذير ده يعني انت استفدت بكل حاجه دفعت فيه؟ يعني في ناس مثلا تقول لك ده كان البنطلون ده بسعره بكذا وكان مشطوب عليه وكان نازل رقم معين، فانت الفرق اللي ما بينهم انت زغلل لك عينك، انت ممكن اصلا ما تكونش في احتياج للقطعه اللي انت جايبها دي، بس الرقم نفسه مستخسر الرقم ده. انا حرام ان انا يبقى قدامي، انا عندي بنطلونات كتيره، عندي تيشيرتات كتيره معينه بس دي ما مش هفوتها لان سعرها مش هلاقي زي صح، فهاخدها تفاصة مش محتاج الحاجه دي عشان مناسبه معينه، هو انا جايبها عشان خاطر السعر اللي مشطوب اغراني اكتر بكتير من السعر اللي مكتوب عليه بالظبط. فلما حسبت الفرق انت مربوط بالظبط. والله لا مشتريك، انا هشتريك بس لمجرد ان الرقم نازل للمرحله دي. انا بالنسبه لي اوقات الانتصار بيكون ان انا مثلا انا نازله رايحه اجيب حاجه معينه جدا، فدايما بيبقى عندي اللي هو يا ده انا هلفلف لفلفه وعايزه اروح هنا الاول وبعدين هنا الاول، وبيبقى في بقى خطه لان انت نازل متارجت حاجه معينه، انت مش لازم مثلا تتسوق بقى وتشوف ايه الاخبار. اول ما بنزل اول محل الاقي الحاجه اللي انا عايزاها، ده بيكون انتصار بالنسبه لي عظيم. عارف لما تحس ان هي متسهله لك كده، حاضر هفكر. ده بالنسبه لي الموضوع والله بيكون لذيذ قوي. ليه؟ لان انت بتبقى نازل شايل هم وعامل خطه بقى ان انت هتروح انهي محل قبل التاني، وبعدين وفي محل بالنسبه لك ده بيبقى ايه الامل الاخير اللي هو لو ما لقيتش فيه يبقى انت شكرا كده. كل ده فجأة بيروح، انت اول ما تخش اول محل تلاقي الحاجة تاخدها وتمشي. يا سلام يا سلام، هي الحاجة اللي انت عايزها ومظبوطة عليك وسعرها كويس كل حاجة، تحس كده لو انت الدنيا بتضحك لك. الحمد لله الحمد لله. والله
لا في برضو احساس تاني. حد كان بعت لنا دلوقتي كانت بتقول ان هي بتحس باحساس الانتصار ده لما تسال على الراك بتاع تقول لهم يا جماعه فين انتوا كاتبين بره ان في up to 50% او في تخفيضات لحد 50%، فيقولوا لها مثلا على الستاند اللي هناك ده بتاع اخر قطعه. فورمه اخر قطعه دي انا عمرها ما مشيت معايا ان انا الاقي المقاس بتاعي في اخر برضو ده انتصار لما تلاقي المقاس بتاعك في اخر قطعه دي قاعده مستنياك. طبعا نصيبك وقاعد مستنيك. تحصل لك دي بجد والله. بس انت عشان في سكشن الاطفال برضو ما حدش فاهم قصدي ايه برضو. لا بس بتبقى جميله كان مقاسي عادي قوي، احساس جميل اللي هو مقاس غير مميز، اللي هو مقاس الناس كلها بتخش تعالى نعمل كده. مستحيل بقى الاقيه، فدايما ببقى بفر فيه كده وانا بعمل اللي هو بس يا المقاسات الصغيره جدا يا الكبيره جدا بالظبط، يا اما وحشه جدا يعني قطعه وحشه جدا فحطيناها في اللاس بيس عشان ما حدش عايز يشتريها. منبوذه جدا بالظبط، قطعه مش اي حد يعبرها، فعشان كده يعني انا القطعه دي بتصعب عليا. بتصعب عليا قوي، بس لو مقاسك بتحسي فعلا بالانتصار ده. مره جبت بنطلون كان لاست بيس ب 249 جنيه بدل 1400 جنيه. دي طالعه مربوحه. ده دي ما فيهاش يعني. ده لو انت مش محتاج البنطلون هتجيبه. سجل اليوم ده يعني لو انت مش في حاجه للبنطلون ده هتلاقي نفسك لوحدك كده اتطفست على نفسك وقلت لا انا هجيبه عامه، لان ده مش هلاقيه تاني وده اللي بيتقال عليه لقطه. صح، بس يبقى حلو برضه في نفس الوقت، ما تبقاش يعني يبقى عاجبك، قصدي مش اللي هو يبقى عاجبك بس هو ما يبقاش استخسار، بس مجرد ان انت عشان بس بقى السيل عليه جامد شويتين فانت اللي هو قمت جايب البنطلون. تمام. في احيانا ممكن الزبون وانت تطلعوا كسبانين، كل واحد كسبان الحرب النفسيه دي داخليا. بمعنى ايه؟ بس ساعتها انا بحس ان الانتصار الحقيقي بيبقى عند البياع اكتر ما هو عندك انت كسبون. اللي هو لو انت في محل مثلا المحل ده مش معلق اسعار، فده بيدي مساحه اكبر للمفاصله مثلا، فهو ممكن يديك رقم عالي فانت تضرب تحت وهو يضرب فوق، تقعدوا في الحرب دي لحد ما تتقابلوا في النص، فانت تحس ان انا نزلت. لو مثلا هنقول اي كلام دلوقتي، هو قال لك 100 جنيه فانت بتقول له لا انا هدفع 30 جنيه، فيقول لك لا طبعا 30 دي ما حصلتش حتى مش عارف ايه، ده انا ده جايبها. هو لازم البياع برضه هو بيبيع لك اي حاجه يقول لك ده انا عندي منها في البيت، ده انا واخد منها تيشيرت، كنبه، لون بويا شوف ايا كان انت داخل تشتريه، هو البياع كده هيقول لك ان هو عنده منها في البيت او يقول لك فلان الفلاني، وحد بقى مثلا ده لسه واخد مني مثلا، طبعا فانت بقى ده محل ثقه. بالظبط، انت هتعرف عمرك هتعرف ان فلان الفلاني ده جابها ولا لا ولا الهوا. وبعدين فلان الفلاني ذوقه مش زي ذوقي، ده مش مرجع بالنسبه لي. انت انا مالي، هو بس بيبيع بقى يعني والله بيقنعك بكل الطرق. شوف هيجيب معاك ايه. في حاجات كنت بقى اركب مرايات في البيت، فالراجل عمال يقول لي حاجات طبعا انا مش وانواع وحاجات، يقول لي ده عمرو السولية يا عم انا بحب عمرو السولية جدا وكل حاجه، بس كابتن عمرو السولية اكيد ذوق غير ذوقي يعني، انا ماليش دعوه. يعرف ميولك ايه يعني بالظبط ويخش لك منها. يقول لي ده كابتن عمرو السولية كان بيتعامل معايا وخد من يا عم الحاج. انا ده ما يعني فجاه البتاع مش هتحلى في عيني ان هي كابتن عمرو السولية معلقه في بيته. طب بذمتك مش اوقات بتشتري حاجات لمجرد ان البياع شاطر؟ يا عم تمام، طبعا عشان انت شاطر والله. طب انا هشتري منك. ما انا لسه كنت هقول لك بقى، هو البياع مثلا قال لك ب 100 جنيه فانت تقولي له لا انا هدفع 30 او 40 جنيه، فيقول لك لا والله دي كده واقفه عليا بخساره، ده انا حتى مش عارف ايه، ده انا عندي عمال هنخش في يمين شمال هنقعد نخبط، فيقول لك طب خلاص 90. فانت هو هينزل 10 وانت هتطلع 10، هو هينزل 10 وانت هتطلع 10 لحد ما تتقابلوا مثلا عند ال70 مثلا، اللي هو اصلا سعرها اللي هو كان عايز يبيع لك بيه. فانت سعرها. تحسي انا نازله 30 جنيه وهو يحس انا طلعتك ال70 زي ما انا كنت عايز. انا بس لما هيقول لك 100 وانت تقول له 30، ده فصال الامهات. فصال الامهات اللي بيخض في اي مكان، اللي هو انت بتبقى واقف مش في نص هدومك، ايه يا ماما في ايه؟ ماما لا في ساعات لما مثلا ايه الرقم ده بالظبط يعني لما بيحصل كده، لما الثقه اللي بتطلع وانت بتقولي 30 جنيه ايه انا عايزه الارض تتشق وتبلعني. ما هو دلوقتي يا ماما البياع لو قال لك ب 100 جنيه وانت قلتي له 30 جنيه،
انا لو موجود والبياع وافق على 30 جنيه من 100 يبقى الراجل ده بينصب عليه يعني. بالظبط. يبقى كان بيشتغلنا. ما هم ده بيبقى اقتناعهم الاولاني ان هم ده الناس دي بتنصب علينا. احنا نخش بالنية دي ونقول الرقم اللي انا اجيبه بالرقم ده. يا فندم حرام عليكي، ده انا خسران، ده انا مش عارفه ايه، ده انا ايه. بس لما تبتدي تلاقيه بينزل ساعات بتقتنع اللي هو لا انتوا عندكم حق بقى. طبعا. هي بس الدخله دي عند الامهات بس. احنا زباين. عايز كام؟ يا اتفضل. عارف خلاص ماشي اوكي، تحس ان انت فاهم متضايق كده مش راضي، بس اللي هو تمام اوكي خلاص انا عشان محتاج بس الحاجه دي فانا هديك السعر. ما عندكيش الملكه بتاعت الفصال دي؟ ولا عندك ممكن ما يبقاش عندك الملكه بس ممكن يكون. بفتكر ان انا عندي بجرب. كنت لسه اقول لك ان انت بتخشي فيها وبتقعدي بخش وبقعد اقول ايه ده وبتاع وفي الاخر بدفع. بس بجرب الاول يعني اللي هو بشوف كده ايه اللي هيحصل هنروح فين. بس لا طبعا بحس اللي هو هروح فين بعد كده. لا الموضوع عايز يعني دي بتكون موهبه مش عند اي حد بصراحه يعني. دكتور عبد الله بيقول مراتي راجعه مره وبتقول لي جبت لك تيشرت جديده وده مش العادي انها تجيب لي اصلا، والاقي تيشرت بغبغاني متعدد الالوان الفاقعه اللي هو ده مش انا خالص. قالت لي اصلي لقيته ب5 ريال استخسرته، البسه بيجامه حتى. مفهوم جدا مش هيخسر. مفهوم جدا. ياما اشتريت حاجات واللي هو لازم تجيبها. طب البسه في البيت اللي هو البسه في البيت حتى ده ما ينفعش تفوته. هاته ونبقى نشوف. هتلاقي في يعني هيجي لك حفله تنكريه في يوم من الايام تبقاش عارف تلبس ايه، هتلاقي الحاجه اللي انت اشتريتها ومش عارف اشتريتها ليه. صح. وكان سعرها مناسب يعني سعرها لقطه يعني. في حد بيقول انا كسبون مش ببقى دايما عايز ارخص سعر على قد ما انا ببقى عايز احس ان انا خدت احسن صفقه. دي حقيقي. الصفقات عامه بتحسسك بانتصار عظيم. صح. في الشراء فكره ان انت كنت نازل تشتري عامل حاطط ميزانيه معينه والبادجت دي ممكن تجيب لك 3 قطع، رجعت انت ب5. احساسها غير. احساسها غير. تمام. في حد بيقول الانتصار الحقيقي مش انك تفاصل في 100 جنيه، الانتصار الحقيقي هو انك تعرف امتى تفاصل وامتى تمشي. ايوه لان في اوقات كتير جدا تكون انت بتهددي البياع اللي هو لا خلاص رجعها انا مش هاخدها، بحيث انه يقول لك خلاص يا مدام هديها لك بالسعر ويجري ورا تلاقيه رجعها فعلا نتشها منك كده ومعلقها بالشماعه على مكانها اللي هو معناه ما تلمسيهاش تاني بقى. يلا كرامتك بقى تنقح عليك واللي هو خلاص ماشي. بتبقى بقى وحشه قوي لما مثلا تروح تفاصل مع البياع وتبتدي تقنعه ان انا لاقيها في المحل الفلاني بنص السعر، انت ما لقيتش حاجه بس انت ده نوع من انواع الفصال برضه. بترمي كده اللي هو ده انا شايفها بنص السعر في المكان الفلاني، يقول لك طب خلاص روح المكان الفلاني جيبها بنص السعر. حصلت لي بقى لسه. انت جاي تعمل ايه هنا؟ الويك اند اللي قبل اللي فات والله في الساحل موقف. نشتريش حاجه من الساحل. لا احسد عليه. ما بنشتريش ما نعملش شوبينج من الساحل. لا احسد عليه. إيه تماما بقى؟ ايه اللي حصل؟ قلت لك الويك اند اللي قبل فات كان زحمه جدا لانه كان لونج ويك اند وبتاع، وكان في كذا حدث بيحصل وفي كذا فعاليه. افتتاح مش عارف ايه في حته، في حفله فلان الفلاني في حته، في خروجه معينه، في مكان جديد مطعم بيفتتحوه في الطريق. كان زحمه بعض الشيء وانا رايح مشواري ومتاخر عامه يعني، وشايف سوبر ماركتس على جنب الطريق بس لو وقفت خلاص انا مش يعني هو مفيش الطريق اصلا ما بيمشيش هرجع الاقي. المهم يعني ففي ناس كانت هنا بتبيع عارفه مراوح وحاجات كده معينه للخروجات وكده، وواحد كان بيبيع ازاز ميه مشبره. تمام. فانا بالنسبه لي انا ما عنديش مانع خالص ان انا هقف اشتري منك لان انا مش هنزل اركن العربيه اسهل لك يعني. خلاص اسهل لي. انت بتشتري ازازه ميه يعني بعد كل ده؟ كنت هشتري ازازه ميه بالظبط. ماشي وبعدين سؤاله استفزني جدا. ايه؟ قال لي انت داخل المكان الفلاني؟ فبقول له ليه بتسال ليه؟ قال لي لا بسأل عادي انت داخل المكان الفلاني، فبقول له داخل المكان الفلاني. قال لي طيب يبقى الميه ليك انت هتبقى بكذا. ده صريح جدا. عارف انت معاك فلوس تخش المكان الفلاني؟ السؤال ما عجبنيش فطبعا اتنكت على قال لي خلاص مش هتاخدها مني بالسعر ده، خش جوه وجيبها بالسعر بالظبط. احساس وحش قوي. افتكرته جوه بقى وانا في المكان اللي هو كبريائي. انا ما عجبنيش صيغه السؤال
ودخلت جوه دخلت وجبتها جوه بالسعر التاني خالص باغلى من السعر اللي هو كان قايل لي ان انا هلاقيه جوه كمان. يعني هو قال لي انت هتلاقيها هو سعرها ما الدبل، تخيلش. تلاقي السعر جوه الدبل. ارجع بقى اقول له ما طلعتش الدبل، طلعت التريبل. كلمك بجد، طلعت التريبل. يعني فحسيت هنا بقى ان انا رميت الفوطه في وقت خاطئ تماما. شوفي رغم ان هي انا بكلمك في ازازه ميه، فما بالك بقى. حصل معايا الموقف ده شبيه لي في المروحه بقى. في المروحه تخيل يعني، تخيل 100 جنيه المروحه، ب 100 جنيه والله العظيم. وانا بقى الوقت طب خلاص اوكي انا محتاجه مروحه. ابتدينا بقى يعني اصدقائي اللي معايا في العربيه يتخانقوا معايا 100 جنيه ايه اللي هتديله 100 جنيه عشان مروحه؟ طب خلاص خش جوه وهاتوها مش عارفه ايه. طلعنا له بعد كده بالمراوح متوزعه علينا. انا بقول لك بقى خدناها هديه على فكره. ايوه بالظبط. لا هو بيبقى فيه استفزاز من بعض البياعين فعلا، اللي هو انت بتتحداني ليه؟ طب ما انت ما تتحداني مش هاخد منك، يعني اللي هو اكسبني علشان احس اللي هو طب تمام خلاص، احس ان انا احرجتك، فاللي هو لا خلاص انا هشتريها منك. صح. بس بتحداني ليه؟ والانتصار ده على فكره برضو بنحسه احيانا برضو في الركنات، ولا ما حدش بيحسه، ولا ده انا بس. ده بالنسبه لي بقى الانتصار الحقيقي قوي بقى. اللي واحد يقول لي والله يا باشا بص مكتوب في الورقه ان الباركنج هنا بكذا. انا مش هعتمد ورقه لان انا اصلا مش معتمد وجود حضرتك هنا. انا مش حاسس ان الموضوع ده مقنن، فانا هدفع اللي هيخرج مني بالزبط. فانت خليها تخرج مني انا لو سمحت. ما تقوليش انا سعري اصل هنا مش عارفه كام، يعني سيبني لو سمحت. فلما بتوصلي للسعر انت راضيه عنه في مكان متقلك عليه ان هو السعر كده، بتحسي برضو بانتصار. لا انا ما مشيتش كلامك، يعني دي بالنسبه لي اهم بكتير من اي محل، اهم بكتير من اي قطعه ممكن اروح بيها يعني. انا بالنسبه لي وجود الركنه ده انتصار في حد ذاته طبعا. ان انا الاقي الركنه وتبقى لسه العربيه خارجه وانا داخله بعديها قبل ما السايس يجري عليا يعمل نفسه بيركني. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، ده انتصار برضو من نوع تاني، نوع مختلف. كنتم مع عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي